ازيك يا نجاح؟ وعدتيني هتحكي لي ازاي نجحتي مشروعك. الحكاية كلها كانت بسبب مؤسسة التضامن. طول عمري بحلم إن الكشك بتاعي يكبر وأقدر أزود مكسبي علشان ولادي، لحد أما واحدة بنت حلال دلتني على تمويل التضامن، وفعلا هو كان فتحة الخير عليا. عملتي ايه بقى؟ من سنتين رحت لهم بالكشك بتاعي وقدمت على التمويل، وفعلا استلمته في أقل وقت. زودت البضاعة وكان وقت موسم، حوشت المكسب الزيادة وقدمت على تمويل تاني اسمه تمويل الفرد بلس. وبس يا ستي، قدرت أحول الكشك الصغير ده لمحل بقالة. ايه تمويل الفردي بلس ده؟ تمويل جديد بقيمة من 51,000 ل100,000 جنيه، ومدة السداد من 12 ل36 شهر. ساعدني قوي، والحمد لله بقى عندي محل بقالة ولسه هكبره أكتر. كلام يشجع قوي يا نجاح. هو ده اللي هعمله لحد ما اوصل لمجال خياطة كبير. برافو عليكي، ما تستسلميش. أنا قدمت على تمويل واتنين والتالت كمان، وكله مادام في خطة سليمة بشطارتك بيزود مكسبك. استنوا حلقات جاية من صباح ونجاح علشان تعرفوا الباقي.